السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احب اشكر كل متابعين الجداد اللي مشرفيني ومكتريني، ويا رب بمزيد ان شاء الله. وقبل ما انسى تحياتي للعراق واهلها، بجد بجد مشرفيني، ومبسوطة جدا جدا بالتعليقات الحلوة، الكومنتات الجميلة بتاعتكم، وكمان بدعمكم ليا ودعواتكم الجميلة. يا رب ما يحرمني منكم ولا من دعواتكم الحلوة. واتمنى بجد بجد ربنا يكرمني ان شاء الله باذن الرحمن واروح العراق، عشان عايزة اكل اكلها. بجد بجد اكلهم حلو جدا جدا، فان شاء الله بمشيئة الرحمن اقرب فرصة ربنا يكتبها لي ان شاء الله واروح. انا طبعا عمري ما روحتها، بس اتمنى. من كتر ما انا فعلا عجبني الديزاين بتاعهم والاكل بتاعهم وعيشتهم جميلة، وكمان في مناطق ريفية حلوة قوي قوي بجد جميلة. آه وتحياتي لمصر طبعا بلدي، والجزائر والمغرب، وفي ناس كتير جدا متابعيني. تحياتي لكل متابعيني الجمال اللي مشرفيني ومكتريني، ويا رب كده بدعمكم ليا. وكمان متشكرة جدا لكل اللي باركنا على 1000 مشترك، ربنا يخليكم ويديمكم نعمة في حياتي. وما تنسوش تكملوا الفيديو للآخر، وما تنسوش كمان تكبسوا تديوا لايك كتير قوي للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من المشاهدين بإذن الرحمن. نبدأ بقى الفيديو النهاردة كده معانا ونقول بسم الله. زي ما انتوا شايفين كده الريسبشن التحفة دوت جميل قوي. الركنة ديت او الانتريه حلو قوي، عجبني التصميم بتاعه. كمان الترابيزة بتاعتها انا شايفاها حلوة جديدة. هي طبعا زي ما انتوا شايفين كده لها بتتفتح زي ادراج او حاجة بتحط فيها ريموت ويحط فيها اي حاجة لوازم البيت، فكشكلا حلو. والديزاين بتاعها كده بجد شايفة انه حلو وجديد. وكمان لو تاخدوا بالكم بقى هنا بصوا بقى، هي كانت اللي خد باله دلوقتي ان ده الكفر دوت. عايزه اقول لكم القماش دي تقريبا اسمها الكريشه، او لها اسم تاني انا مش فاكره والله قوي، بس عايزه اقول لكم حلوه. وكمان الماتيريال بتاعتها جميله. وممكن انت تجيبي القماش دوت. على فكرة تجيبي مثلا حسب الركنة بتاعتك قد ايه مساحتها او الانتريه، وتروحي عند ترزي او كده يعملهولك من تحت نظام استك، وتلبسيه تلبيس زي كده. هتوفر معاكي كتير قوي وهتدعولي. وما تنسوش فعلا اللي يعمل الفكرة دي يدعيلي في الكومنتات ان ربنا فعلا يكرمني في حياتي وفي اولادي يا رب. فبجد جربوا الفكرة دي حلوة جدا موفرة. عشان انا بقول لان انا فعلا صممت الفكرة دي عندي وما كلفتنيش خالص يعني. بجد بجد هتفرق معاكم كتير. اول كوشن كمان بقى انت تقدري تشكلي فيها سادة، تعملي فيها استراس. آم، اي بقى ديكور انت عايزاه تعمل معاكم يبقى حلو قوي. هنا بقى عجبني الاندريه ده برضك، قلت انزله معايا. اللي حابب ان هو ياخد فكرة او يغير التصميم بتاع البيت عنده برضك هيعجبك قوي قوي. وهنا كمان السفرة دي في منتهى الجمال والشياكة بتاعتها، ولونها حلو قوي. زي ما اتكلمنا قبل كده ان الالوان دي شتوية كتير اكتر من الصيفي، وفي نفس الوقت كمان بتستحمل. لو في عندك اطفال كتير او كده ما شاء الله يعني ربنا يبارك. ما تتبهدلش بسرعة، ودي طبعا احسن ميزة فيها. هنا بقى دخلنا على مرحلة النيش. عايزة اقول لكم حلوة جدا ما شاء الله. وكمان الحاجات اللي فيه حلوة، وكمان شغله سيمبل جدا مفيهوش بهرجة ولا اي حاجة، فشكلا كحلو. وكمان الليد اللي انتوا شايفينه في النص ده ما شاء الله مديله جمال حلو. بصوا هنا بصوا كده. وحاطه كمان بقى تحط فيها الاجهزه اللي انت عايزاه، فشكلها حلو جدا جدا. ده هنا طقم كده اتحط على السفرة زي ما انتوا شايفين بكمالياته بالطبق رصة السفرة. وهنا بقى السيدة دي كده حملة نظافة كده بسيطة في الريسبشن بتاع الصغنون. بتوريكم بقى اليوم بتاع الروتين بيمشي ازاي والنظافة زي ما احنا متعودين. انا بعمل لكم ميكس كده اللي هو لذيذ بقى عشان ما تملوش وتزهقوا، وفي نفس الوقت بفكركم عشان ما تقعدوش مكسرين وتقومي تعملي ترتيب البيت او كالعاده اللي هو الروتين بتاعنا بتاع كل يوم التنظيف وكده. وكمان في نفس الوقت بقى بشوف ان هو فكره للي حابب البنات العرايس الجديده تنظف او
تظبط دنيتها. طبعا انتوا عارفين العراكية دي اللي هي الأم العسل ده شهرة القناة بتاعتها. بتعمل بقى طبعا روتين المطبخ، وانتوا زي ما انتوا شايفين بقى كده المواعين والحاجات ديت الوالو. بس انا بصراحة ما شاء الله عليها بيشدني جمالها، وهي ما شاء الله فعلا أمورة جدا. هنا تصميم الحمام ده حلو جدا جدا، حبيت اوريكم طبعا. وده بقى هنا الغرف الصغيرة اللي عنده غرف صغيرة ومفيش مساحة. حبيت برضك انزل لكم تصميم السراير زي ما انتوا شايفينها، وبجد فكرة حلوة قوي وجميلة ما شاء الله، مش واخدة مساحة خالص. فاللي حابب ياخد فكرة زي كده يعمل. هنا تصميم بقى المرايات زي ما انتوا شايفين، الازاز ده بيدي مساحة للاماكن الضيقة او الاماكن الصغيرة. ودي كمان هنا غرفة لبس برضك حلوة. اتمنى الفيديو يعجبكم ان شاء الله. ما تنسونيش بلايك ودعوة حلوة في الكومنتات، وما تنسوش تصلوا على الرسول. اشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.